ما رأيك في تدريس العلوم بالعربية وتعريب التعليم في كل مراحله؟ أخي الكريم، رأيي هو أنه لا يختلف الاثنان على أن اللغة العربية. أنا شوف، أعطي رأيي الخاص فقط، يمكن أن يكون صائب، يمكن أن يكون خطأ، ولكن أعتقد أن اللغة العربية هي لا يختلف اثنان أنها لغة القرآن، وأنها لغة نعتز بها، ويعني هي لغة عظيمة. ولكن عندما نتحدث عن العلوم، العلوم يا صديقي لا توجد باللغة العربية. وبالتالي عندما نأخذ طالب وندرسه العلوم باللغة العربية، سيأتي عليه يوم ويكون مطالب بأن يدرسها باللغات الأجنبية. فبالتالي ما سيحصل للطالب أو طالب العلم هنا؟ سيحصل له confusion، وهذه الكونفيوجن خطيرة، لأنه سيكون مثلا يعرف أن مثلا الماوس التي هي باللغة الإنجليزية والفأرة باللغة العربية، أو يعني سيقع له كونفيوجن في التعلم، في مسيرته التعلمية. أعتقد أن الغرب تجاوزنا بكثير فيما يخص البحوث العلمية، والبحوث العلمية توجد باللغة الإنجليزية. جميع اللغات، يعني جميع البلدان عفوا، كيفما كانوا هنديين أو كانوا صينيين، أو كانوا يعني جميع الأجناس، هي تشارك العلم بلغتها الأم، يعني بحوثها العلمية تشاركه بلغة الأم، ولكن تشاركه كذلك باللغة الإنجليزية. فبالتالي علي أنا كطالب علم لا يمكن أن أدخل في جدال هل أتعلم اللغة بالعربية أو أتعلم العلم أخذه بالعربية الفصحى أو أخذه بلغة أجنبية، لأنه بالنسبة إلي عندي أنا مسيرتي المهنية أو مسيرتي العلمية، يعني مسيرة يعني نوعا ما مقيدة. فبالتالي سأمر مباشرة إلى اللغة التي يتداولها العالم. اللغة التي يتداولها العالم هي اللغة الإنجليزية. فبالتالي من الأول سأدرس جميع العلوم باللغة الإنجليزية لكي أسهل علي مسألة التوسع والتعمق ومسألة البحوث وإيجاد البحوث. هذه راه مشكلة تقع فيها فقط أصحاب الماستر، يدرس العلوم باللغة الفرنسية، وعندما يأتي إلى مسألة البحث يجد جميع العلوم باللغة الإنجليزية، فيجد نفسه في حيرة. لأن جميع المفاهيم والمصطلحات التقنية يختلف اسمها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية، وبالتالي يعني يجد نفسه في حيرة، يعني في حيرة فقط الترجمة دون الحديث عن العلم في حد ذاته. فهذه وجهة نظري أنا شخصيا. لو أتيحت لي القرار سأدرس العلوم باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، شئنا أم أبينا. فلا يمكن أن نلتصق في لغة الأجداد، والناس يعني نوعا ما بلغت إلى اكتشاف الثقب الأسود، الناس وصلوا إلى الثقب الأسود، ونحن لازلنا نناقش هل ندرس العلوم باللغة العربية. أنا لن أدخل في هذا النقاش، سأدرس بما هو موجود، اللغة الإنجليزية خلاص. حتى البحوث العلمية الآن الثقب الأسود الذي يتحدث عنه العالم باللغة الإنجليزية، نحن فقط نترجم ما يقوله العلم باللغة الإنجليزية. هذه وجهة نظري، يمكن أن أكون خاطئ.